السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي عاملين ايه يا رب تكونوا بألف خير. أنا محمد حسام، ودي قناتي، قناة ما وراء الرعب. النهاردة معانا الجزء التالت من قصة قبيلة بني هاشم، كنز ملوك الجن. لو انت أول مرة تسمع السلسلة أو القصة المتكونة من أجزاء دي، فأتمنى تروح تسمع الجزء الأول والتاني عشان تفهم الجزء التالت، لأن الجزء التالت من وجهة نظري هو أفضل الأجزاء في الأربع أجزاء كله. وبالمناسبة الجزء الرابع هينزل إن شاء الله يوم الخميس الجاي، واعذروني على التأخير بسبب الامتحانات. بس ويلا بينا نكمل القصة. بس ياريت تشترك في القناة عشان يوصلك الجزء الرابع، يوصلك أي قصة جديدة، وتفعل تحديدا زر الجرس. ويلا بينا نبدأ. يلا بينا. أنا قبل ما أوصل التراب لقيت عربية سودا واقفة قدامها، ونازل منها راجل في الستينات من عمره، بس كان لابس بالطو وكان مع اتنين، وقابلهم عم شعبان. وقربت شوية عشان أشوف ايه اللي بيحصل. لقيت شعبان واقف ومعاه، هما واقفين معاه، والحوار دار كالآتي: ها يا شعبان، حضرت الجثة اللي اتفقنا عليها؟ أيوة يا بيه، موجودة اهي ولسه دمها سخن، أصلها مدفونة امبارح بس، وما تقلقش، ما انضربش فيها مشرط، يعني هتاخد منها كل اللي تحتاج. الكلام نزل عليا زي الصعقة. شعبان حارس المقابر يطلع نباش للقبور؟ يعني حاميها حراميها؟ رد عليه الراجل الستيني ده وقال له: تمام، خرجوها معاه بسرعة على العربية قبل ما حد ياخد باله. وطلع باكو من جيبه واداه لشعبان وهو بيقول له: همتك معانا شوية، محتاجين تاني. تمام يا بيه، تحت أمرك، طول ما انت بتكيشني أنا تحت أمرك. كان الحرس اللي معاه حطوا الجثة في العربية. الراجل حصلهم ومشوا على الطريق. خرجت من مكاني ورحت على التراب وقلت بصوت عالي: بقى انت يا شعبان يطلع منك كل ده وتقولي ما هو انت تيجي هنا تاني؟ هما مش بيحبوا اللي بيتردد عليهم يا راجل. ده انا كنت صدقتك وبدأت هلوس، وانت اتاريك بتقول كده عشان يخلالك الجو ويعدم الضمير. انا هفضحك في البلد كلها، اخلي اللي ما يشتري يتفرج يعفش. ابوس ايدك يا استاذ محمد، استر عليا. هستر عليك، بس بشرط واحد: اشرط وقول كل طلباتك. تعدي عليا الساعة 12 بالليل، هديك جثة ترميها عندك في أي مخربة من دول. جتت مين دي يا أستاذ محمد؟ اتعصبت عليه وأنا بقوله: أنت ما تسألش، أنت تيجي زي ما قلتلك وخلاص. يلا أنا ماشي دلوقتي، وإياك يا شعبان تلعب بديلك. ومشيت، حتى ما قريتش الفاتحة اللي كنت رايح أقراها. رحت وفضلت قاعد بفكر يا ترى شعبان هيجي ولا يخاف، لحد ما نمت من التعب. وحلمت حلم غريب. حلمت ان انا شفت الكائن ده خارج من الحفرة وبيقرب مني، وكان شعبان معايا. بص لشعبان بنظرة كلها شر وكلب. كلب. المنظر كان بشع. شعبان كان بينزل من انيابه اللي مغروسة في لحم. صحيت على خبط الباب، قمت بسرعة فتحت، لقيت ابراهيم جايلي وعمال يتلفت حوالين نفسه. شدته بسرعة ودخلته. وهيكون حد شافك؟ لا ما تقلقش، امان، بس عاوزين نخلص بسرعة. بص شعبان الترابي جاي دلوقتي وهنديله الجثة دي. انا مش ضامن لما نردم الريحة ما تطلعش، ما يمكن تطلع ونتفضح. ما تسألش عن التفاصيل دلوقتي بخصوص شعبان عرفت منين والكلام ده، انا هفهمك كل حاجة في وقتها. جبت الحبل وربطته على بطنه، وابراهيم كان ماسكه، وفضلت انزل لحد ما بقتش خالص شايف اي حاجة، لحد ما رجلي لمست الارض. نورت فلاش الموبايل، رحت ناحية جثة خيري. قربت منها وانا ماشي ببطء، وفجأة اتكعبلت في صخرة، وقعت على وشي. كان وشي في وش الجثة. حسيت بحشرات ماشية على جسمي وبتقرص فيا. فضلت اقاوم لحد ما فلت. الجثة انفجرت قدامي، وطلع منها كمية حشرات رهيبة مالت الجسم كله، والقرص والألم الرهيب فضل يزيد. شديت الحبل وابراهيم سحبني.
لحد ما خرجت وانا مفزوع وجسمي كله بيترعش وكمية ألم رهيبة، لدرجة إن جسمي كان بينزف. إبراهيم سألني: مالك يا محمد؟ ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي حصل لك ده؟ على دخلة شعبان وهو بيقول: في ايه مالكم؟ رديت عليه وقلت له بعصبية: انت تسكت خالص يا بوز الفقر انت. الحفرة فجأة نورت بعد ما دخل شعبان. الحفرة فجأة نورت وخرج منها المسخ، نفس الهيئة، نفس الشكل الشيطاني. قرب من شعبان وانا وابراهيم واقفين في جنب متنحين. ابراهيم اغمى عليه، مقدرش يتحمل المنظر، وانا جسمي كله كان بيتشنج. اما شعبان فضل يرجع لورا لحد ما خبط في الحيطة، وعلامات الرعب اللي كانت على وشه عمري ما هقدر انساها. فضل يقرب يقرب واكله. ايوه، اكله. اكله وهو حي، نفس اللي كان حاصل في الحلم بالظبط. عمري ما هنسى المنظر، عمري ما هنسى المنظر ان انا شفته، انيابه مغروسة في لحم شعبان، والدم كان بيسيل منه وهو بيتلوى من الوجع. ونزل الحفرة تاني. فضلت افوق في ابراهيم، وابراهيم، ابراهيم فوق يا ابراهيم، فوق. اه، اه. وايه اللي حصل؟ انا اخر حاجة فاكرها: اسكت يا ابراهيم، اسكت، انا فاهمك كل حاجة. قعدت وحكيت له كل الحقيقة. رد عليا وقال لي: طب والكنز ده هنعمل فيه ايه؟ ملعون ابو الكنز يا عم، احنا دلوقتي في مصيبة. انا حكيت لك عشان نتصرف، ولعلمك انا فشيت بالسر. سر ايه؟ سر ايه يا محمد؟ سر العهد يا ابراهيم. وانا دلوقتي في حكم الميت، لو ملحقتش اتصرف انا هموت. انا معاك يا صاحبي، بس قولي احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ انا سمعت ان في راجل بركة في قرية في اسوان، احنا هنروح ليه وهنحكي له اللي حصل، هو ان شاء الله يساعدنا. قلت له: هتقول له انك قتلت؟ اكيد لا يا ابراهيم، ما تفوق. اقول له يعني اني قتلته؟ لا، هحكي له عن موضوع المسخ والحفرة والكنز. يلا، انا مش هنفضل نرغي، مفيش وقت، انا حياتي في خطر. نزلنا جري وخدت عربية واحد جاري كده، واتحركنا والطريق كان طويل. الساعة تقريبا كانت 3 الفجر. مرة واحدة واحنا في نص المسافة سمعت صوت فرقعة الكاوتش. نزلنا من العربية وفضلنا ندور على أي حد يساعدنا، مفيش. الطريق كان فاضي، حتى لو في حد أكيد هيخاف مننا. الشبورة كانت مغطية الطريق كله. قلت لإبراهيم إني هروح أدور على حد يساعدنا، ومشيت وما كنتش شايف قدامي. وعما خدت بالي كنت بعدت عن العربية وإبراهيم. ما تموتنيش، أنا ما عملتش حاجة ليك، ما تموتنيش. سمعت صوت إبراهيم بينازع. خدتها جري، أنا مش عارف رايح فين، لحد ما وصلت عند العربية. من المنظر اللي شفته حرفيا الدم نشف في عروقي. أنا أنا شفت إبراهيم صاحبي مدبوح ومرمي على جنب الطريق.